قاعدته التي يجلس عليها أقدم بكثير من الهرم الأكبر. هناك شكل منصة حيث يوجد الهرم الثاني الآن. يمكنك أن ترى المنصة أكبر من الهرم نفسه، وهي إشارة إلى أنه كان عليها شيء آخر. حول القاعدة توجد حلقة من الجرانيت الأحمر بحسب ما شاهدته في مصر. على الأقل فهناك شيء كان يستخدم حول القواعد أو المنصات من أجل تجديدها وترميمها. كانوا يجددون ويعيدون هيكلية الصروح القديمة. من المؤكد أن الهرم الثاني بني على مرحلتين، والثالث بني على مرحلتين أو 3 مراحل. ليس لدينا أي شيء في الوقت الحاضر لتحديد التاريخ بعكس أبو الهول. بالنظر إلى تشققات أبو الهول ومحيطه، تبين أن هذه التشققات نتجت عن الأمطار والظروف المناخية. لدينا تشققات قاسية أجمع 99% من العلماء على أن سببها مياه الأمطار، وأن أمطارا غزيرة سقطت في الماضي البعيد. لكن السؤال هو: كم هي سحيقة الفترة الزمنية التي سقطت فيها تلك الأمطار؟ إن مجرى الماء آت من أعلى المنبسط، وإذا أكملنا على طول المنبسط بالاتجاه الشمالي الغربي نصل إلى الهرم الأكبر. والمساحة الطبيعية تعني أن المياه تجري نزولا من خلف محيط أبو الهول، وهنا نجد أعلى نسبة من التآكل الذي سببته المياه. للحصول على توزيع مائي جيد يجب أن يكون المنبسط سليما، ولكن إذا نظرنا نجد مقلعا للحجارة يقف حاجزا